خذ المعلومه هذه لانها وايد نار. وايد. اعشق هذه المقدمات. هات. انت متوقع ان يعني اغنياء العالم بس من الجنس البشري؟ شو؟ لحظة، ايرور. جنس بشري شو بدهم يكونوا مثلا؟ جماد مثلا؟ حيوانات؟ فضائيين؟ كلب. كلب. كلب غني؟ اقسم بالله لو كان اغنى مني ومنك، اقسم بالله لاحقد حقد الكلاب السود في ليلة الحمراء. اقسم بالله ان اغنى من اللي قاعدين معانا واغنى من كل ربعك اللي تعرفهم لو جمعتهم مع بعض. كل ربعك اللي تعرفهم. هذا حرام، والله ما عنده عقل. والله حرام تكون في ايده المصاري. كلب يا زلمه، كلب حيوان، الله ينتقم منه. كلب. لا ترى جد حقد على الكلب. جانثر الرابع. انت اسمه حتى اسمه فخم والله العظيم اسمه وايد حلو. اسمه كشخه والله اسمه كشخه. جانثر الرابع. شو هذا ابن؟ تحس نفس اليزابيث الثانيه. فهمت نفس الشيء. هو كلب. واضح انه ابن عيله ملكيه ولا سلاله جبار ولا ايش؟ تدري كم عنده؟ ايوه 375 مليون دولار. هو لا 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 لا. مين اللي لازم يقول هو بالضبط؟ احنا ولا هو؟ احنا بس هذا كلام مش صحيح. مين اللي مالكم؟ مين اللي داير باله عليه؟ هو اللي مع المصاري. الكلب مسكين، الكلب مش فاهم شيء، الكلب ما بيعرف شو عنده. مين اللي داير باله عليه؟ هو اللي مخبي المصاري عنده. راعي المصاري مات وكاتب في الوصيه عطوا الكلب ابن الكلب 375 مليون دولار. اروع وصيه في الحياه لحيوان. مو عرفت السالفه الحين؟ الكلب عنده 375 مليون دولار. ليش؟ وارثهم. لان في كلب كاتب في الوصيه ان الكلب ماله ياخذ 375 مليون دولار بعد ما يموت. نشد. المشكله مو بهني. راعي الفلوس من وين جاء؟ مات سنه كم؟ مات سنه كم؟ 1992 يوم انولد الكلب. عز طلع عبد الله حكى عن حاله كلب. زي عبد الله من سنه 1992 مات المورث واستلم الكلب اللي هو جانثر تبعك الرابع هذا. ايه. طب دورة حياة يا ريته تبعي والله. يا شيخ خلني انا تبعه. استنى شوي. استنى. دورة حياة الكلب انا بعرف دورة حياته 15 سنة وبيموت. من 10 الى 13 سنة. الجيرمن شيبرد من 10 الى 13 يعني الغالب. جانثر الرابع ميت. رسمي 2005 عايشين. جانثر الخامس وجانثر السادس. ايه برضه هو بيورث. ايه برضه هو ورث. عايشين. جانثر الخامس والسادس. يا جماعة حد ينصب عليهم، حد ياخذ مصاريهم. ما في مكملين لين جانثر ال100. عاد شوف الكلب ايش كتب وصية الحين. لحظة شوي. الوصية خلي يترجمون يطلع فلوسي لمحمد عدنان. يا الله. حزتها ما بيكون كلب ابن كلب صح؟ جبار. اعشق ورب الكعبة. تدري ان الكلب هذه الكلب شو اسمه هو جارث بيل؟ شو اسمه؟ والله نسيت اسمه. تدري هاي جانثر الرابع شاري قصر من مادونا 3 مليون دولار. انا بتخيل حاجه اخرى كيف وقعوا العقد. اسمع لا شاري فقع كمأة شاري فقع ب 1500 دولار. لا في حدا فاتح دماغه بيلعب في راسه. لا تدري في واحد فاتح دماغه بيلعب في راسه يا عبد الله. في واحد بيلعب في بلاي ستيشن. هو ما يعرف ما يدري. شو؟ ما يدري انه في هالحالات لازم يجيبون الرقيب الشرعي وما ادري ايش. خلاص هو اللي يهتم بالكلب هذا. ترى مو بشرط بس الحيوانات الله يعزك. لا حتى الكبار في السن مثلا اللي عندهم ملايين بس خرفوا يحطوا لهم وصي شرعي عليهم. شوفوا الفيلم الحين في نتفليكس اسمه اي كير لوت. لازم تشوفونه. تجبر فؤاد من خلف الكاميرا. امس شايفه انا. شوفوا فيلم اي كير لوت بتعرفون. بس طبعا مو مع كلب مع حاله الانس يعني اذا كبروا في السن عندهم فلوس. طب سؤال يا عبد الله، عرفنا انه عنده مصاري كثير، شو بيميزه؟ شو بيلبس؟ شو بياكل؟ شو حياته؟ ما ادري عنك محمد. كيف يومه؟ انت مستغرب شلون هو عايش لحد الحين. تدري ايش ياكل؟ مثلا كافيار، ستيك، فقع ابيض هاي الغالي. اكله كلها اكله وايد افخم من اكلنا. بس في النهايه بيعملها على حاله، بيعملها على شو اسمه الفرش وهيك. بس كم عنده؟ 370 مليون. 375. شفت الخمسه هذه؟ لا تنساها لان انت ما عندك اياها. طب عبد الله سؤال، الكلب عارف انه غني؟ ايش دراني انا؟ اي والله الكلب عارف انه غني. طيب عبد الله، جانثر لما يتزوج شو شعورها زوجته؟ هو متزوج عنده جانثر الرابع وجانثر الخامس. خلف. شو شعورها؟ شو شعورته زوجته الكلب زوجته؟ مسكينه ما تدري انه غني، تحبه عشان شخصيته. عكسنا احنا عندنا تحبه عشان فلوسه.